هاي جايز، اليوم بدنا نعمل أطيب محاشي. يلا، أول شي بدنا ننقر الكوسة، والكوسة كمان ما تتكسر. شوفوا كيف حنقرها، بقيسها وبحط إصبعي بهالطريقة ما بتتكسر معكن أبدا. الحمد لله نقرتن كلن ولا وحدة تكسرت معي بهيدي الطريقة. طريقة كتير سهلة هتنجوها. شوفوا ليكو لا تخنطها ولا رفعتها من جوا. هلا بدي احضر الحشوة. بدي 4 كوبايات رز، بدي اغسلهم كتير منيح واحطهم بجطانة، وبدي زيد عليهم نص كيلو لحمة مفرومة. بخلطهم كتير منيح مع بعض. هلا بدي زيد البهارات اللي هن قرفة، 7 بهارات وملح. بخلطهم كتير منيح، برجع بزيد فوقهم ملعقتين كبار من الزيت. وهي هي صارت جاهزة الحشوة. هون انا حشيت الكوسة. شوفوا حشيتها نصها مش للاخر كرمال ما تفج الكوسة او تتكسر. وهون شوفوا شكله من بعد ما صفيتهم بالطنجرة. اول شي حطيت لحمة بالكعب، رجعت حطيت ورق عنب، رجعت حطيت الكوسة اللي حضرناها. وهلا بدي احضر زوم. بدي مي، ملعقتين كبار من الرب البندورة وملح. هي هلا بزيدهم فوق الطنجرة بهيدي الطريقة. بدي زيدهم وعلى النار. هاي من بعد ما خلصوا صحتين.